انت مين عشان تطلع تتكلم في الدين؟ انت حته ممثل اصلا، لا رحت ولا جيت. وبعدين هو ينفع حته ممثل كده بعد كل الاعمال اللي انت عملتها دي تيجي تكلمنا في الدين وتعمل لنا فيها شيخ؟ ده اللي انا توقعته من اول رمضان، من اول ما طلع برنامج سامح حسين. وما اتكلمتش في زي ما الناس طلعت اتكلمت واشادت بالبرنامج وقعدوا يقولوا فيه كلام كويس، لان انا ما حبيتش ان انا يتقال عليا ان انا باخد الترند او بعوم في زي ما الناس كلها بتعوم في العومه. وتطلع الترند شغال، نطلع نستفيد من الترند. انا استنيت الحته دي، انا استنيت الهجوم، لان انا متوقع من اول رمضان ان في هجوم هيطلع. من قبل رمضان سامح حسين طلع اعلن ان هو هيعمل برنامج في رمضان، واستنوني كل يوم هقدم كلام ظريف، هنتكلم في الامور الحياتيه والمشاكل الشخصيه والامور الدينيه البسيطه. ماشي، استنيته، اتفرجت عليه اول يوم، تاني يوم، تالت يوم، قلت بس الراجل ده طلع ترند، الراجل ده عامل عظمه ما اتعملتش. بس ما اتكلمتش، مش كل شويه يطلع حاجه كويسه هنتكلم، خلاص كفايه الناس بتتكلم. انا استنيت الحته بقى دي، استنيت اللي هيطلعوا يهاجموه، استنيت اللي هيتضروا من البرنامج بتاعه فيدفعوا فلوس لشويه ناس يطلعوا يعملوا ترند مضاد. ليه؟ عمل فيكوا ايه يعني؟ مضايقكوا قوي؟ ما البرامج بتاعتكوا شغاله كويسه وانتوا عايشين حياتكوا وبتكسبوا دهب. الراجل ما بينافسش في التلفزيون، ده راجل عامل حته قناه على اليوتيوب وحته قناه على التيك توك، وبيحط على المنصه بتاعته على الانستجرام وخلص، بيطلع الفيديوهات بتاعته على كام منصه وخلاص على كده. الناس حبته، سمعت له. عارفين حبته ليه؟ عشان بيتكلم كلام كويس جدا، الشيوخ اشادت بيه. طلع اللي يهاجم الشيوخ، انت ازاي يا شيخ تتكلم على ممثل بالطريقه دي؟ ايه يا عم انت اهو، هو سامح حسين ده ايه؟ ما هو مسلم، هو انتوا شايفينه يهودي؟ ما هو مسلم يا جدعان. بلاش اليهودي ذو ذمه، ماشي يا سيدي، اهي ديانه. شايفينه كافر مثلا؟ ايه ما يتكلمش يعني؟ وبعدين هو قال حاجه حرام؟ هو الراجل اتكلم في حاجه غلط؟ جه اتكلم في القران وغلط فيه، اتكلم في الاحاديث وغلط فيها؟ في يا جدعان اتقوا الله. الراجل ما ضركوش قوي كده، الراجل كل الحكايه عمل حاجه هادفه والناس حبتها. وانتوا عارفين ان الشعب المصري طيب، شعبنا طيب. لما الناس تطلع تقول على واحد كويس كل الناس بتقول عليه كويس، لما الناس تطلع تقول على واحد وحش كل الناس بتجري وراهم تبدأ تفكر هو وحش ليه، وبعدين يبدأوا ينساقوا فيقولوا وحش. وده اللي انتوا بتعملوه، انتوا بتعملوا ترند سيء، دعاية سلبية. ماشي، عايزين تشوهوا صورة الراجل عشان ممثل؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. سيبوا الراجل في حاله، الراجل ما بيعملش حاجة وحشة، الراجل بيعمل حاجة كويسة، الراجل بيطلع يقول كل يوم كلمتين حلوين. تمام؟ مش مضايقكم في حاجة، مش تعبكم في حاجة، لا بيزنق عليكم في البرامج ولا بيزنق عليكم في القنوات ولا بيطلع في التلفزيون ولا البرنامج بتاعه واخد وقت برنامج تاني، ولا حتى مأثر على مشاهدات القنوات بتاعتكم اللي دافعين فلوس. سيبوا الراجل في حاله، تدفعوا فلوس علشان ايه؟ ده الناس بتدخل تتفرج عليه على اليوتيوب. انتوا برضو كده كده القناه بتاعتكم متشافه والاعلانات شغاله والفلوس شغاله. سيبوا الراجل في حاله، مالكوش دعوه بيه، سيبوا الراجل في حاله.